هداف النادي المصري النهارده هو ابراهيم المصري، وبيلعب رقم 10 ورصيده 5 اهداف. اما هداف النادي الاهلي من اللي بيلعب النهارده حسام حسن رقم 9 طبعا، ورصيده 6 اهداف. فيليكس برضو مشترك مع حسام حسن، لكن هو ما بيلعبش النهارده. بيغيب عن لقاء اليوم من المصري محمد عمر وعلي الشحات وعماد العمده للاصابه واحمد مصطفى، وبيغيب عن النادي الاهلي محمد يوسف وفيليكس للإقامة. هيبقى على يمينك النادي الاهلي باللون الاحمر، وعلى شمالك نادي المصري باللون الابيض. شايف ان الحكم الدولي بيصفر، يطلق صفارته لبدء احداث الشوط الاول. رضا عبد العال جنبه لهادي خشبه، هادي خشبه بيلعبها طويله لحسام، حسام بيرجعها جميله قوي لهشام حنفي اللي بيمسها مع حسام ومعاه دي، لكن طلعها رضا عبد المجيد ضربه ركني. اول ضربه ركنيه في اللقاء للنادي الاهلي، وشايف رضا عبد العال هو اللي هيلعبها. محمد فتحي بيقول له تبقى جوه الربع دايره، اتلعبت في النص ولكن راجع يوسف منجد يخش معاه محمود حسين، ياخدها تاني يردها عمرو الحديد في شده من الفانيلا. مظبوط، شده من الفانيلا لوليد صلاح الدين. برافو محمد فتحي، بيحسب ضربه حره مباشره. اتلعبت ضربه حره وتفوت من قدام حسام، تفوت من قدام حسام ويحرسها محمد القط. لعبه خطره جدا للنادي الاهلي، بتعدي من قدام حسام وتروح اول فرصه من النادي الاهلي بعد مضي حوالي دقيقتين. هيلعب ضربه المرمى اسلام يوسف، هنشوفها مره ثانيه اهي، بتعدي من حسام ولكن يسيبها محمد القط، يبقى ضربه مرمى. اتلعبت ضربه المرمى بسرعه، يوسف منجد مع عمرو الحديدي، تترد تاني. شايف تروح لحازم عبد المولى لكن ياخدها منه هادي خشبه، وهادي بينام تاني حازم يلعبها للسيد زكريا. سيد زكريا بيعدي حلو قوي من اسامه عرابي ويلعبها عاليه، تترد لكن يرجع ابراهيم المصري، تروح لوليد صلاح، وليد صلاح لمصطفى رياض، مصطفى رياض مصري، بتتلعب تاني لابراهيم. رضا عبد العال بيلعبها جميله قوي لهشام حنفي في الشمال، هشام ماشي وبيرفع رفعه حلوه، بتترد ولكن محمد القط صاحي، تترد تاني لمحمود ابو الدهب ليبرو النادي الاهلي اللي طالع الداخل يساعد رضا عبد العال. رضا بيعدي ويعمل اللعبات اللي تحلف تعجب الجماهير، ولكن جنبه محمد فتحي ويديله ضربه حره مباشره. في جماهير موجوده حوالي 5-6 آلاف بيشجعوا النادي المصري، وفي فرق او جماهير جايه توازي النادي الاهلي حوالي 1000 او 1500 متفرج جايين ورا النادي الاهلي عشان يشجعوه النهارده في لقائه مع النادي المصري. هتتلعب محمود ابو الدهب بيلعب قذيفه ولكن ضعيفه، يردها علي السعيد لمحمود تاني لمحمد فله، تترد لمحمد القط، محمد القط معاه وليد صلاح، ياخدها منه وليد وبيلعبها لحسام، بيلعب العرض ولكن تيجي لمصطفى رياض. مصطفى رياض سايبها لحد ما سيبها عشان ياخد منها ضربه مرمى. والله باين اللقاء هيبقى حماسي، وشايفين لحد دلوقتي مضى حوالي 3 دقايق ونص اهو، ولا زالت النتيجه تعادل المصري مع الاهلي في لقائهم اللي بيقام على استاد بورسعيد في اطار الاسبوع 19. على يمينك طبعا النادي الاهلي بلونه الاحمر المميز، وعلى شمالك النادي المصري باللون الابيض. اسلام يوسف حارس مرمى المصري بيلعب ضربه المرمى. عمرو الحديدي اللي مكلف زي ما انا شايف لحد دلوقتي ان هو يمكن نقل ومكلف لمراقبه يوسف مانجوت لاعب نيجيريا اللي بيلعب النهارده مع النادي المصري. ناصر التليس ليبرو برضو نادي المصري بيلعب الكرات الثابته زي محمود الدهب في النادي الاهلي. سقطها في النص
هادي خشبه بيرد، تروح في الشمال لمحمد فله، يديها لمحمد القط، 1 2 تاني بينه ومحمد فله، تروح لحازم عبد المولى اللي بيلعبها جميله ولكن ياخدها منه هشام حنفي وتبقى ضربه حره مباشره. هيلعبها اسامه على طول، سابها لمحمود ابو الدهب. اتلعبت من محمود ابو الدهب، شايف ناصر التليس ومع حسام حسن، 9 و9، 9 من المصري ناصر التليس وحسام حسن من الاهلي رقبت. طبعا 2 لعيبه كبار ودام، وهنشوف بقى جولات وخبراتهم مين هيتفوق على مين في لقائنا. اللقاء طبعا هام لكلا الفريقين. النادي الاهلي بيسعى للفوز عشان يعزز موقفه بتربعه على القمه، النادي المصري بيسعى للفوز عشان يتقدم ويحسن موقفه وموقعه، لان طبعا موقع النادي المصري مش متناسب مع ماضيه وامكانياته. هتتلعب ضربة المرمى، اسلام يوسف، اسامه عرابي ومعاه مصطفى رياض، بيسيبها هشام حنفي لهادي بعالي قوي، تتلعب. حسام بيحاول ياخدها، تيجي في كعبه، تروح لحازم عبد المولى، حازم للسيد زكريا، ولكن محمود ابو الدهب صاحي. تتلعب في الشمال، محمد فله ومعاه ابراهيم حسن، ولكن في ضربه حره مباشره، في وقوع من زي ما كابتن محمد فتحي بيشاور، تروح لحازم عبد المولى رقم 20، 7 محمد فله، 1 2 بينه وبين ابراهيم المصري، ولكن يطلعها منه هشام مشير حنفي، تبقى رمي التماس لصالح النادي المصري. محمد فله 1 2 بينه وبين محمد القط، هيرفع رفع، ولكن لسه ما خرجتش. شاور جابر مرسي مراقب الخط ان الكره خرجت من الملعب، يبقى ضربه مرمى لصالح النادي الاهلي. احمد شوبير في اليمين لابراهيم حسن، ابراهيم ماشي بيسقطها لوليد صلاح، بيلعبها لهادي حلوه قوي، هادي لسه السكه قدامه فاضيه، يخش بيلعبها حلوه لرضا عبد العالي، لوليد صلاح اللي بيشوط شوطه جول، الجون الاول. حلوه حلوه حلوه، برافو برافو يا وليد، 8 من 10، حلوه قوي قوي قوي، ملعوبه له حلوه قوي، بالهد بالعقل قوي من رضا عبد العال، بيسندها ويحطها بشماله على شمال اسلام يوسف بعد مضي حوالي 7 دقايق ونص ليحرز الهدف الاول. هنشوفها تاني، رضا بيلعبها له حلوه، بياخدها على يده ويصلحها لنفسه ويشوطها جميله جدا، تخش على شمال اسلام يوسف، يبقى الهدف الاول للنادي الاهلي بعد مضي حوالي 7 دقايق. بيحرزها وليد صلاح الدين. لعبه حلوه قوي ملعوبه من رضا برجليه لوليد صلاح بعد مضي حوالي 8 دقائق، ويتقدم النادي الاهلي بهدف لا شيء احرزه وليد صلاح بعد مضي 7 دقائق. النادي المصري بيهاجم، ترد لمحمد فله، يعدي من ابراهيم حسن، لسه الكره محمد فله بيلعبها بالعرض لحمزه عبد المولى، حمزه جنبه محمد القط الظهير اللي طالع يساعد لمحمد فله تاني، ياخدها منه ابراهيم حسن لاسامه عرابي، وليد صلاح، اسامه عرابي تاني، كور ماتش فيه كوره لسه شايفينها لحد دلوقتي كويس. الجهاز الفني والاداري طبعا للنادي الاهلي بيدي تعليماته على طول. مصطفى رياض لعلي السعيد، علي السعيد ليوسف، يوسف منجود، شوطه حلوه، شوطه قنبله جميله من يوسف، ولكن على شمال احمد شوقي، محاوله كويسه هنشوفها تاني اهو، بيعدلها يوسف لنفسه وعلى مسافه حوالي 25 30 يارده، بيشوط قنبله
بس بتعدي الشمال للخارج، تبقى ضربة مرمى لصالح النادي الاهلي. احمد شوبير حلو قوي، بتعدي خط النص لأسامة عرابي، أسامة ومع مصطفى رياض لهادي خشبة، هادي رضا عبد العال اللي بيلعبها حلوه لحسام حسن، ولكن الحكم بيقول ماشي ما فيهاش حاجه لناصر التليس. ناصر بيغير ملعب في الشمال بس محمد روت ما دخلش، تبقى رمي التماس لصالح النادي الاهلي. ابراهيم حسن هيلعب رمية التماس، ناصر التليس بيرد، مشير حنفي بالعقل لهادي خشبة، لكن ناصر التليس بيرد تاني. عمرو الحديدي تروح لمحمد فله لحازم عبد المولى، مصري ابراهيم المصري، مصري طبعا، تروح لرضا عبد المجيد، رضا عبد المجيد بيلعبها تيجي في اليمين من محمد فله لمصطفى رياض، حرك كويس محمد فله الحقيقه. مصطفى رياض يلعبها بالعرض، ياخدها محمد القط وهتشوطها جامده، شوطها لكن يردها محمود ابو الدهب بالعقل قوي من ابراهيم حسن لرضا عبد العال اللي جميله جدا لاسامه عرابي، لحقها ما خرجتش لسه، اسامه تطول منه، تبقى ضربه مرمى لصالح النادي المصري. ماتش حماسي لحد دلوقتي، ومضى على ساعتي انا حوالي 11 دقيقه، ولا زالت النتيجه تقدم النادي الاهلي بهدف لا شيء احرزه وليد صلاح الدين في الدقيقه 7 من الشوط الاول. سيد زكريا، مصطفى رياض، مصري، ابراهيم المصري ومعاه مشير حنفي، حمزه عبد المولى بيعدي من رضا ويلعبها بالعرض، لكن عمرو الحديدي بيرد، تروح لرضا عبد العال، يسيبها لمحمد فله، محمود ابو الدهب ومعاه يوسف، يعدي محمود يلعبها حلوه قوي لهشام حنفي، هادي خشبه، رضا عبد العال، ابراهيم حسن اهلي، تطلع رمي تماس لصالح النادي الاهلي. ابراهيم حسن، هادي خشبه، ابراهيم تاني، في دافعه، برافو محمد فتحي، في يعني سنده صغيره كده من وليد صلاح، لعب وليد صلاح مع رضا عبد العال، ياخدها منه محمد فله لمحمد القط، يلعبها لابراهيم المصري، ابراهيم المصري ومعاه مشير حنفي، ولكن في رايه من حسام طه ان الكره خرجت، تبقى رمي التماس لصالح النادي الاهلي. لعبت رمي التماس على طول، هذه خشبه، هادي لوليد صلاح، وليد صلاح بيريحها لهادي، يلعبها لابراهيم اللي بيسقطها في النص، حسام، ولكن ياخدها مصطفى رياض، مصطفى رياض تروح للسيد زكريا لحمزه عبد المولى، بيلعبها حلوه ولكن طويله، تروح مستريحه لاحمد شوبير. يمكن لو كانت في اليمين شويه كان ممكن يوسف منجد يلحق. عمرو الحديدي لمحمود ابو الدهب، رضا لهشام حنفي، ياخدها حمزه عبد المولى ويلعبها ابراهيم المصري، ابراهيم المصري ومعاه احمد شوبير، يطلع يا احمد، برافو يطلع احمد شوبير. الجهاز الفني والاداري للنادي المصري على طول اي لعبات بتلاقي الجهاز الفني بيدي تعليماته عشان تنفيذ، اتلعبت لكن في رايه وفات من الوقت حوالي 14 دقيقه، ولا زالت النتيجه تقدم النادي الاهلي بهدف لا شيء زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه. احرز الهدف وليد صلاح الدين في الدقيقه 7 من الشوط الاول. ناصر التليس
بيغير لعب لكن ناخدها ابراهيم حسن. ابراهيم حسن جنبه لرضا عبد العال. رضا بيلعبها بينيه 1 2 بينه وبين وليد صلاح، لكن ياخدها محمد فله يديها لمحمد القط، لحمزه عبد المولى، لعلي السعيد اللي يتكعبل لوحده. علي السعيد لعيب طبعا خبره. علي السعيد تروح لمصطفى رياض. مصطفى بيعدي ولسه معاه كرة. مصطفى بيشوط شوطه جامده لكن يردها محمود ابو الدهب وينقذها هشام حنفي. حسام حسن ومعاه رضا عبد المجيد. تروح مستريحه لعمرو الحديدي لرضا عبد العال. رضا العقل المفكر للنادي الاهلي. رضا بيلعبها حلوه قوي لابراهيم حسن، بيرجعها مستريحه لمحمود ابو الدهب. في اليمين تاني لعمرو الحديدي. عمرو ماشي لسه عمرو يلعبها بالعرض لحسام. حسام ومعاه رضا عبد المجيد، ولكن يطلع يخش عليه ناصر التليس وطلع الكرة ضربة ركنية لصالح النادي الاهلي. الجهاز الفني والاداري للنادي الاهلي في رضا عبد العال بيتهيألي هو اللي بيلعب الضربات الركنية. هيلعب رضا عبد العال الضربة الركنية، لعبها حلوة بس يطير عليها اسلام يوسف وياخد جنبه قدامه يمين على طول لمصطفى رياض. مصطفى رياض لابراهيم المصري لكن معاه هشام حنفي يطلع الكرة رمي تماس لصالح النادي المصري. في دافعة من ابراهيم على هشام حنفي يحسبها حكم اللقاء محمد فتحي ضربة حرة مباشرة لصالح النادي الاهلي. هيلعبها محمود ابو الدهب. شايف محمد فتحي في بعض الهتافات العدائية وطبعا ده مش مطلوب. مفروض ان اي لقاء في انذار لناصر التليس، ومحمد فتحي حكم هذا اللقاء. طبعا المفروض ان الجماهير جايه تشاهد بس، والقرار للحكم، واي قرار بيتخذه الحكم مش هيتراجع. يعني عايزين ان اي قرار الحكم بياخده جماهير جايه تشجع. المفروض ان هي ما تتعرضش لاي قرار للحكم. قرار الحكم نهائي وما بيتراجعش فيه، لان لو تراجع فيه ما بقاش حكم. شايف قوات الامن حاول تهدئة الموقف طبعا، وبدأت الجماهير تحيي، وفي نقاش مع كابتن محمد فتحي حكم هذا اللقاء ان هو طبعا كان بيدي تحذير او انذار في حالة التكرار ان هو هيضطر لإلغاء اللقاء. شايف الحكم محمد فتحي هيستأنف اللقاء لانه هو راجع تاني مع الكرة، وبيطلب من الجميع المتواجدين في الملعب طبعا لانه غير مسموح بنزول حد. وكان قوات الامن مع اداري فريق المصري كانوا بيحاولوا ان هم يهدوا الموقف. المفروض كل واحد بيأدي دوره، اللاعب لاعب والحكم حكم، والجمهور المتفرج جاي يستمتع باللقاء الرياضي بين ناديين كبيرين. المفروض ان احنا نشجع بس. ضربة حرة مباشرة لصالح النادي الاهلي بيلعبها محمود ابو الدهب لناصر التليس، تروح لهشام حنفي. هشام بيعدي ومعاه مصطفى رياض، ولكن في دافعة من مصطفى رياض لصالح هشام حنفي يحسبها الحكم محمد فتحي. شايفين اهو قدامكم في الاعاده ان في كوع خفيف كده زق بيها مصطفى رياض هشام حنفي، والحكم محمد فتحي على طول حاسب الضربه الحره المباشره.
برضه متخصص الضربات الثابته في النادي الاهلي رضا عبد العال. هتتلعب الضربه الحره المباشره، والحكم بيطلب من علي السعيد ومصطفى رياض انهم يبعدوا 10 ياردات. اتلعبت لهشام، حلوه، شوطه حلوه من هشام حنفي بعيده، لكن تيجي في ايد اسلام يوسف. شوفها مره ثانيه اهي، شاطت قويه بس في وسط، يمكن دي لو في جنب من الجناب كان يبقى في كلام تاني. اتلعبت من ابراهيم لوليد صلاح، ولكن علي السعيد يقطع عليه ويردها. محمود ابو الدهب لهادي خشبه لوليد صلاح، ولكن علي السعيد طلعها منه رمي تماس. طبعا الوقت اللي استغرقه الحكم من لحظه ما صفر للانذار او التحذير لحد الاستئناف، كل ده بيحسبه في الوقت بطل. جماهير بتتابع هذا اللقاء، وزي ما قلت لحضراتكم في حوالي 6000 متفرج في استاد بورسعيد، بالاضافه لحوالي 1000 او 1500 من مشجعي النادي الاهلي اللي جايين ورا فريقه. اتلعبت للسيد زكريا، لكن في عرقله من مشير لابراهيم المصري، ده المفروض على طول فيها اعتذار لان طبعا فيهاش تعمد. نصر التليس مصري لابراهيم المصري اللي بيلعبها، لكن تيجي في ايد ابراهيم حسن، يبقى ضربه حره مباشره لصالح النادي المصري. شفناها تاني اهو، جايه في ايده، هتتلعب، اتصعدت بالعرض حلوه، ولكن شايف حسام راجع يساعد وتلمس راسه، تبقى رمي التماس لصالح النادي المصري. هيلعبها مصطفى رياض ظهير ايمن النادي المصري لسيد زكريا اللي بيلعبها بالعرض، ولكن في ايد احمد شوبير. احمد شوبير ويوسف مانجوت يعني بيكلموا بعض كده، يعني يوسف طبعا بيقول له انا ما اقصدش، واحمد شوبير ده قطعا زي ما انا متوقع يعني، انما انا مش سامعهم. حسام حسن بيلعبها رضا عبد العال، حلو قوي، رضا بيلعبها في اليمين لوليد صلاح، وليد بيهاوش ويرجع تاني ويلعبها، ولكن تاخدها منه علي السعيد وينام عليها. ابراهيم حسن تاني لعلي السعيد، دبل كيك، لعبه خلفيه تروح لهادي خشبه، ياخدها حازم عبد المولى ويسقطها في الشمال لابراهيم المصري. ابراهيم المصري ومعاه مشير حنفي، لكن تطلع من مشير تبقى رمي التماس لصالح النادي المصري. يوسف مانجوت لاعب النيجيري اللي بيلعب مع النادي المصري، حلوه قوي من حمزه عبد المولى، بيضرب فيها يمكن 4 لاعبين، ولكن صاحي معاه عمرو الحديدي، ياخدها منه لهشام حنفي. والله خامه كويسه هشام حنفي بيسقطها لحسام اللي بتعدي من نصر التليس تروح لحسام، لكن بيزنق نفسه حسام حسن بين رضا عبد المجيد ونصر التليس، ياخدها منه ناصر ويرجعها له تاني لحسام حسن. حسام لهشام حنفي اللي بيسيبها لابراهيم حسن في اليمين، لهشام حنفي تاني، هشام بيعدي تاني لابراهيم، ونقلات صغيره في الناحيه اليمين للنادي الاهلي، توصل في الاخر ليه في الحلوه يا ومش اوف سايد، حلوه لحسام حسن وفي موقع حلو، وعلى طول الجهاز الفني والاداري اعصابه اتشدت للنادي الاهلي وقاموا، ولكن حسام يلعبها بره، وشايف فيه اصابه هنشوفها تاني اهي، ملعوبه بالعرض حلوه قوي لحسام، وحسام بيغمزها فوق العارضه، ولكن الظاهر في شد عضلي جاء لاسلام يوسف. الاصابات طبعا طبقا لتوجيهات الاتحاد الدولي ان لا يسمح بعلاج الاصابه داخل الملعب الا للعلاج السريع، وحراس المرمى يمكن
الحكم بيسمح لهم فرصة أطول شوية على أساس إن القانون لا يسمح باستمرار اللعب بفريق ما بيحرس مرماه حارس مرمى. يعني القانون قال إن 11 لاعب ونص على إن أحدهما حارس مرمى. الجهاز الفني والإداري النهارده للنادي المصري كابتن الليوي مدير فني، حسام غويبة مدرب، محمود بكري مدرب حراس مرمى، دكتور مجدي الألفي طبيب، كابتن علي المصري، وكابتن عبد العزيز متولي علاج طبيعي، كابتن طلعت الصيفي، وكابتن محمد الشيني إداري. أما الجهاز الفني والإداري للنادي الأهلي فكابتن محمد رمضان مدير كورة، كابتن ألين هاريس مدير فني، كابتن أحمد ماهر مدرب، شطة مدرب مساعد، كابتن إكرامي مدرب حراس مرمى، كابتن عماد اليماني إداري الفريق، دكتور مجدي عبد العزيز طبيب الفريق، ودكتور علاء المقدم، كابتن علاء شاكر لإصابات الملاعب، وحمدي مكرونة وعطية بسيوني للتدريب. يمكن في بعض الجماهير بتحاول ان هي تعكر صفو هذا اللقاء اللي بين يعني ناديين لهم ماضي، ولو نعرف ان النادي المصري عشان هو لقاء النهارده في ملعبه انشئ 1920 والنادي الاهلي انشئ 1907 واشتركوا مع بعض في اول بطولة دوري تقام في مصر سنة 48. نجد ان جماهير اللقاءين جماهير قديمة جدا وعريقة جدا، والناديين عريقين جدا واشتركوا في هذه البطولة منذ انشائها. المفروض ان احنا نكون على مستوى مسؤولية هذا اللقاء ونشجع باسلوب كويس. شايف ان ابو بكر عمر حارس مرمى الاحتياطي للنادي المصري بيسخن، هل هيغير؟ هنشوف المصري هيغير ولا لا، انما شايف ان اسلام يوسف مستمر على طول. طبعا المدير الفني لما بيكون حارس مرمى مصاب بيطلع الحارس البديل على اساس ان هو اللي في البدلاء يسخن عشان لو تطلب الامر انه يلعب يبقى جاهز. الاحماء والتسخين طبعا مهم جدا للاعب. النهارده فات من الوقت حوالي 26 داخلين على 27 دقيقه ولا زالت النتيجه تقدم النادي الاهلي بهدف بلا شيء احرزه وليد صلاح الدين في دقيقه 7 في لقاء المصري والاهلي في اطار الاسبوع 19 اللي بيقام على استاد بورسعيد. هشام حنفي بيعدي من الكرة عشان ياخد منها رمي التماس، يلعبها لأسامة عرابي، لكن مصطفى رياض لحمزة عبد المولى. حمزة في دفعة بسيطة من هادي خشبة، ناصر التليس ابراهيم المصري، حلوة لمحمد القط ولكن في كعبالة، وشايف حكم محمد فتحي بيحسبها ضربة حرة مباشرة. هنشوفها تاني اهو، الحكم قراره هو الاكيد، وهنشوفها مرة تانية اهو تاني. هادي محمد القط وفي عرقلة بيحسبها الحكم الدولي محمد فتحي ضربة حرة غير مباشرة. شايفه رافع ايده، ضربة حرة غير مباشرة لصالح النادي المصري، وبيطلب من الحائط البشري النادي الاهلي انه يبعد 10 ياردات. احمد شوبير طبعا بيظبط لاعيبته، ومحمد فتحي بيرجع اللاعبين وصفر عشان تتلعب اللعبه، وشايف حمزه عبد المولى هو اللي هيلعبها ضربه حره غير مباشره، وحمزه بيسقطها ليوسف ولكن تيجي ينقذ الموقف هشام حنفي ويطلعها رمي التماس. رضا عبد المجيد لمصطفى رياض لحمزه عبد المولى،
حمزه بيسقطها، عمرو الحديدي، ابراهيم المصري لرضا عبد العال، ولكن في رايه تسلل حسام حسن من رايه من حسام طه وصفاره بمحمد. نصر التليس هيلعب الضربه الحره غير مباشره. اتلعبت رضا ومعاه محمد فل، ترد تاني لمشير حنفي لوليد صلاح، سريع على طول لهادي خشبه لوليد صلاح لرضا عبد العال. رضا عبد العال بيلعبها ولكن محمد القط بياخدها لمحمد لنصر التليس. نصر التليس محمد فل حلوه قوي لابراهيم المصري، ابراهيم المصري ماشي داخل عليه عمرو الحديدي، ابراهيم المصري بيلعب العرض ولكن برافو هشام حنفي. هشام تروح لمصطفى رياض اللي بيسقطها ليوسف، يوسف بياخدها لنفسه حلوه قوي ولكن يوسف مانجوت راجعوا زي ما حضراتكم شايفين، واحمد شوبير بيلعب ضربة المرمى يردها أسامة عرابي لهشام، أسامة تاني لحسام حسن لأسامة عرابي لوليد صلاح اللي بيلعبها قصيرة لأسامة عرابي لحسام حسن تاني تترد. محمود أبو الدهب داخل لأسامة ولكن هادي خشبة يطلع الكورة رمي التماس. مصطفى رياض ماتش فيه حماس ولكن في دفعة من مشير حنفي تبقى ضربة حرة مباشرة لصالح النادي المصري. هتتلعب ضربة حرة مباشرة. علي السعيد مصري رقم 11 يلعبها واطية، ابراهيم حسن لشقيقه حسام ولكن علي السعيد ياخدها منه، تروح لرضا عبد المجيد تطول من أسامة عرابي تبقى رمي التماس. مصطفى رياض مصري لعمرو لمحمود أبو الدهب اللي بيسقطها تروح مستريحة الإسلام يوسف. إسلام يوسف ليوسف منجد ياخدها من قدامه عمرو الحديدي في اليمين حلوه لمصطفى رياض اللي وقفها تطول منه لأسامة عرابي. أسامة هادي خشب جنبه، هادي للسيد زكريا ولكن يطلعها عمرو الحديدي تبقى رمي التماس لصالح النادي المصري. مصطفى رياض تاني ابراهيم المصري ياخدها مصطفى رياض ولكن يعمل معاه فرمله مشير حنفي وتبقى ضربه ركنيه لصالح النادي المصري. محمد القط جاي من الناحيه الشمال عشان يلعب الضربه الركنيه برجله الشمال عشان تعمل واو. لعبت حلوه ليوسف بيسقطها ابراهيم مصري على البعيده، تتلعب على القريبه وتسقطها ابراهيم مصري على البعيده، وابراهيم حسن يلعبها لوليد صلاح الدين اللي بياخدها على الطاير على طول لوليد صلاح ولكن ياخدها محمد فله لحمزه يريحها يوسف لمحمد القط. محمد القط يلعبها ليوسف يلعبها بالعرض ولكن شايف في رايه من جابر مرسي وصفاره ضربه حره غير مباشره نتيجه تسلل ابراهيم مصري. طبعا اللي بيقدر ان هو
يعني نقدر بنقول احنا يظبط الاوفسايد او التسلل، بيبقى مراقب الخط اكتر، ولو ان طبعا زي ما حضراتكم عارفين انه رايه استشاري، يعني مش ملزم للحكم. هو يمكن مراقب الخط رايه ملزم للحكم في حاله خروج الكره خارج الملعب، سواء كانت رمي التماس او ضربه ركنيه او ضربه. لعبت هشام حنفي الحقيقه لاعب ماتش كويس لحد دلوقتي. اسامه عرابي، هادي خشبه، ابراهيم حسن، رضا عبد العال، ولكن في كعبله اتلعبت لسه. رضا عبد العال، حسام حسن، حسام ياخدها محمد فله، حلوه قوي من رضا عبد العال. محمد فله برضو عامل ماشي كويس لحد دلوقتي، ويلعب حمزه عبد المولى في اليمين، مشير حنفي وابراهيم المصري، مشير حنفي وابراهيم المصري. في دفعه من ابراهيم المصري، دفعه من ابراهيم المصري، ومراقب الخط الدولي جابر مرسي بيطلب من الجهاز الفني ان هو يقعد في مكانه. طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان مسموح لواحد ان هو يتقدم لاعطاء توجيهات بحيث انه ما يقربش على مسافه اقل من متر من رمي من خط التماس. حسام حسن رقم 9 ومعاه ناصر التليس، بس شايف فيه صفاره من محمد فتحي، تبقى ضربه حره مباشره ضد ناصر التليس لصالح حسام حسن. وعلى ساعتي انا مضى حوالي 35 دقيقه على بدايه احداث الشوط الاول، ولا زالت النتيجه تقدم النادي الاهلي بهدف بلا شيء احرزه وليد صلاح الدين في الدقيقه 7 من هذا الشوط. رضا عبد العال بيلعبها بالعرض، يردها مصطفى رياض، تروح لعمرو الحديدي، عمرو بيرد تاني ولكن تيجي مستريحه في ايد اسلام يوسف. محمد القط لحمزه، حمزه عبد المولى، لكن تيجي فيه هو، تبقى رمي التماس لصالح النادي الاهلي بسرعه. رضا عبد العال بينه وبين ابراهيم حسن لهادي خشبه اللي بيلعبها لحسام حسن، بيريحها جميله قوي لهشام حنفي. اسامه عرابي، هادي خشبه، هادي تروح في الشمال لهشام حنفي اللي هيرفع، رفع بس بره الملعب، تبقى ضربة مرمى لصالح النادي المصري. محمود عثمان اسلام يوسف حارس مرمى النادي المصري النهارده بيلعب ضربة المرمى لحسام حسن. ناصر التليس بيطلعها، عمرو الحديدي بدأ، يمكن شايفين حضراتكم على الشاشة، مضى من الزمن حوالي 38 دقيقة ولا زالت النتيجة تقدم النادي الأهلي بهدف للا شيء. أحرزه وليد صلاح الدين بلعبة باصة من رضا عبد العال في الدقيقة 7 من الشوط الأول. رمي التماس لصالح النادي المصري، هيلعبها محمد القط لمحمد فله. حقيقة ثنائي جميل جدا محمد القط ومحمد فله الجنب الشمال للنادي المصري. ضربة حرة مباشرة لصالح النادي المصري. في أكثر من لاعب متميز النهارده الحقيقة من النادي المصري، في محمد فله، محمد القط، وحازم عبد المولى، ومصطفى رياض، وناصر التليس. ومن النادي الأهلي يمكن نقدر نقول هشام حنفي ورضا عبد العال ووليد صلاح وحسام حسن وهادي خشب. شوطة سريعة من ابراهيم المصري ولكن بعيد عن الجول.
شوفها تاني اهي، شوطة تبعد شمال القائد. ضربة مرمى لصالح النادي الاهلي، يلعبها احمد شوبير حارس مرمى النادي الاهلي النهارده، يلعبها في الشمال لاسامه عرابي. اسامه العمرو الحديدي، تيجي في يوسف مصطفى رياض، ولكن احمد شوبير ينقذ الموقف. مفروض طبعا حارس المرمى هو يعني نقدر نقول السد النهائي لخط الدفاع، ولازم يكون فيه تجانس وتفاهم بينهم. يعني الكرة دي لو احمد شوبير ما طلعش كان ممكن هي فيها كلام تاني. الحاجة بجد كان حاطط الرمل في حارات الفرح ووصيه. أنا شفته. رامي التماس صالح النادي الاهلي، بدأ اللقاء يبقى هادي شوية بعد ما كان في بعض الحماس في نصف الشوط. هشام حنفي باذل جهد حلو قوي، هشام الحقيقه لاسامه عرابي اللي بيسقطها، لكن تيجي في ايد اسلام يوسف. حسام حسن بيقول له انا كنت قريب شويه، هو لعبها على البعيده. عمرو الحديدي، رضا عبد العال، رضا بيخلصها لنفسه، تروح لحسام، اسامه عرابي، اسامه لهشام حنفي، لوليد صلاح اللي بيعدي حلو قوي الحقيقه، بيلعبها لحسام، لهادي خشبه، لحسام بيعدي من واحد والتاني لوليد صلاح، شوط لكن في رايه وصفار. في رايه تسلل وليد صلاح، في رايه من حسام طه، وصفاره من محمد شرف. تسلل وليد صلاح، شوفها تاني اهي، ملعوبه تروح لحسام، يعديها ويديها فعلا لوليد صلاح، شايفين حضراتكم اهو. وفي رايه وصفاره بيلعبها وليد صلاح، ولكن كان تسلل. يوسف لناصر التليس في الشمال لوليد صلاح الدين، راجع يساعد لهادي خشبه. هادي بيعدي من واحد والتاني، وبيعدي ماشي برضه لسه، وبيلعبها لحسام. حسام بياخدها منه ناصر التليس لحمزه عبد المولى. حمزه بيعدي حلو قوي من ابراهيم حسن، ويلعبها جميله لمحمد القط، لحمزه عبد المولى تاني. حمزه بيعدي ولكن يعمل معاه فرماله هادي خشبه ويطلع الكوره. رمي التماس، محمد فله لمحمد القط، رمي التماس هيلعبها محمد القط رقم 4 من النادي المصري، يلعبها لابراهيم المصري. ابراهيم بيعدي ولكن في عرقله برضو، وفي ضغط الحقيقه من النادي المصري، في ضغط من النادي المصري، بدليل ان هم النادي المصري خد اكتر من ضربه حره خارج منطقه الجزاء. ده ان دل على شيء طبعا بيدل على ان النادي المصري بيحاول انه يحسن النتيجه. زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه، مضى حوالي 43 دقيقه ولا زالت النتيجه تقدم النادي الاهلي بهدف لا شيء احرزه وليد صلاح في الدقيقه 7 من الشوط الاول. ابراهيم مصري هيلعب الضربه الحره المباشره، بيسقطها لكن في ايد احمد شوبير. احمد شوبير تتلعب لحسام، حسام بيريحها لهشام حنفي. حلوة أستاذ عايزة سلطان. هشام بيغير ملعب، جميل قوي، لعيب كويس قوي هشام حنفي الحقيقه. في اليمين حلوه الرضا، بس صاحي محمد فله ياخدها من قدام رضا عبد العال لحمزه عبد المولى. حمزه بيريحها لنفسه، حلو قوي حمزه، لعيب كويس.
ويغير الملعب في اليمين على طول الجماهير، ياخدها منه أسامة عرابي، تخبط في مصطفى رياض، تبقى رمي تماس لصالح النادي الاهلي. على طول الجماهير بتتفاعل مع اللعبه الحلوه، وليد صلاح ومعاه مصطفى رياض، لكن في دفعه من وليد صلاح حسبها الحكم محمد فتحي ضربه حره مباشره. لعب محمود ابو الدهب، محمود في الفاضي هنا لأسامة عرابي، أسامة بيسقطها لحسام، ولكن رضا عبد المجيد ياخدها منه، وهادي هشام حنفي ياخدها ناصر التليس لعلي السعيد جنبه لمصطفى رياض، يرجعها تاني لناصر، لمشير حنفي اللي بيعدي من واحد والتاني ويديها لحسام. حسام في عرقالة من يوسف مانجو، يوسف مانجو اللاعب النيجيري اللي بيلعب مع النادي المصري النهارده، لصالح النادي الاهلي، وفي مكان طبعا يعني صعب، وشايف الحائط البشري للنادي المصري طبعا اسلام يوسف حارس مرمى المصري بيظبط الحته بتاعته، وفي يعني حديث كده بين رضا ابو العال وهشام حنفي وحسام حسن، ظهر في لعبه متفقين عليها، ولان انا شايف ان محمود ابو الدهب رضا عبد العال بيحطها، بس في اسلام يوسف ياخدها تاني هادي خشبه، هادي وفي دفعه لصالح النادي الاهلي، هيلعبها رضا عبد العال، رضا بيسقطها، ولكن ناصر التليس يطلعها لمشير حنفي، اتلعبت في اليمين لحسام حسن، لهادي خشبه، ونقلتين تلاته حلوين لهشام حنفي اللي بيشوط شوطه جامده، ترجع تاني لاسامه عرابي، اسامه بيحاول يسقطها في البعيده، ولكن على شمال اسلام يوسف. وفات دقيقتين من الوقت بدل الضايع، وبنلعب في الدقيقه الثالثه من الوقت بدل الضايع، ولا زالت النتيجه تقدم النادي الاهلي بهدف بلا شيء احرزه وليد صلاح الدين في بدايه الشوط الاول بعد مضي 7 دقائق. اسلام يوسف، عمرو الحديدي، ولكن في صفاره، ضربه حره مباشره لصالح النادي المصري، حمزه لابراهيم المصري، ابراهيم بيعدلها لنفسه، بيعدل الواحد والثاني ويرجعها، ولكن مشير يرجعها تروح لهادي خشبه، يريحها لوليد صلاح، وليد صلاح بيلعبها لاسامه عرابي، ياخدها رضا عبد المجيد، مصطفى رياض، علي السعيد مصري بيسقطها حلوه قوي ليوسف مانجوت، ولكن ياخدها احمد شكري. وبنلعب في الدقيقه الرابعه من الوقت بدل الضايع، طبعا الوقت بدل الضايع ده في ايد الحكم، وحضراتكم عارفين ان كان في اللعب توقف لدقايق، وكل طبعا الوقت ده بيحسبه حكم اللقاء علي السعيد، ويسيبها مستريحه لاسلام يوسف. عمرو الحديدي بيردها تروح لحمزه عبد المولى، حمزه لعيب كويس، حمزه يلعبها في الشمال لمحمد فله، محمد القط، تروح لابراهيم المصري، ابراهيم المصري ياخدها منه ابراهيم حسن، ويرجعها لمحمود ابو الدهب اللي بيشوط، يردها تاني محمد القط،
لعلي السعيد. يا رب تجيبنا احنا غلابه يا رب. علي السعيد لورا لناصر التليس، لمحمد القط تاني في الشمال، وبنلعب في الدقيقه الخامسه من الوقت بدل الضايع، وحمزه بيلعبها لرضا عبد المجيد، ياخدها اسامه عرابي تروح لهادي خشبه، هادي وجنبه اسامه يلعبها لاسامه عرابي في اليمين، اسامه بيعدي ولكن في عرقله من ناصر التليس، تبقى ضربه حره مباشره. لصالح النادي الاهلي على يمين منطقه الجزاء. في لاعب من النادي المصري مصاب، والحكم بيستدعي افراد العلاج الطبيعي. هنشوف اللعبه تاني اهي، لعبت وفي عرقله فعلا من ناصر التليس لاسامه عرابي، وهيستأنف الحكم اللقاء بالضربه الحره المباشره. شايف حازم عبد المولى ابراهيم المصري، حازم عبد المولى هو اللعيب اللي كان مصاب، ابراهيم المصري هو الوحيد اللي متقدم كراس حربه قدام، ورضا عبد العال متخصص الضربات الثابته للنادي الاهلي. الحكم بيقول له يلعب، بيسقطها لكن ناصر التليس بيردها لمحمد القط، وبيصفر الحكم الدولي محمد فتحي لينهي احداث الشوط الاول بتقدم النادي الاهلي بهدف لا شيء احرزه وليد صلاح الدين في الدقيقه 7. سيداتي انساتي سادتي، استراحه قصيره نعود بها الى استوديوهاتنا بالقاهره، والى لقاء بالشوط الثاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وكانت نتيجة الشوط الأول 1-0 لصالح النادي الأهلي. تمنياتنا بمشاهدة طيبة في الشوط الثاني إن شاء الله. جيلي كوكس الأصلية خالي من الألوان الصناعية. كاستر كوكس الأصلية. بودينج باودر كوكس الأصلية. فانيليا كوكس الأصلية، نكهة أصيلة وفعالة. مع بيكنج باودر وفانيليا كوكس الأصلية، العيلة هتعيد وتهنيكي بعمايل جديد. كوكس الأصلية، ادي العيش لخبازه. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي انساتي سادتي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مره ثانيه احييكم من استاد بورسعيد، ويسعدني ويشرفني ان التقي بكم لمتابعه احداث الشوط الثاني بلقاء المصري والاهلي في لقائهم اللي بيقام على ملعب استاد بورسعيد ضمن اطار الاسبوع ال19. وانتهى الشوط الاول بتقدم النادي الاهلي بهدف لا شيء احرزه وليد صلاح الدين في الدقيقه 7 من الشوط الاول. هيبقى الشوط الثاني على يمينك النادي المصري باللون الابيض، وعلى شمالك النادي الاهلي باللون الاحمر. بيمثل المصري اليوم اسلام يوسف لحراسه المرمى، خط الظهر من يمين الشمال مصطفى رياض وعلي السعيد وسيد زكريا ورضا عبد المجيد ومحمد القط، وراهم ناصر التليس. خط الوسط حازم عبد المولى ومحمد فله. خط الهجوم رئيس مصر يوسف منجود. يوسف منجود بيلعب، بتترد تاني، ولكن شايف في ضربه ركنيه لصالح النادي المصري. اما النادي الاهلي بيمثله احمد شوبير وعمرو الحديدي وابراهيم حسن وهادي خشبه وهشام حنفي ومشير حنفي لخط الظهر، ووراهم محمود ابو الدهب. نشوف بعد اللعبه ديت اتلعبت شوطه حلوه لكن على شمال احمد شوبير. خط الوسط للنادي الاهلي رضا عبد العال وهشام حنفي واسامه عرابي، في الهجوم وليد صلاح وحسام حسن. هي الشوط الاولاني
كان في بعض اللمحات الحلوة واللي أحرز بيها وليد صلاح بلعبة سهلة الجون الأول للنادي الأهلي، وفي بعض المحاولات تمت من النادي المصري، لكن شايف في ضربة ركنية لصالح النادي المصري. أما النادي الأهلي بيمثله أحمد شوبير وعمرو الحديدي وإبراهيم حسن وهادي خشبة وهشام حنفي ومشير حنفي لخط الظهر، ووراهم محمود أبو الدهب. نشوف بعد اللعبة ديت اتلعبت شوطة حلوة لكن على شمال أحمد شوبير. خط الوسط للنادي الأهلي رضا عبد العال وهشام حنفي وأسامة عرابي، في الهجوم وليد صلاح وحسام حسن. هي الشوط الأولاني كان في بعض اللمحات الحلوة واللي أحرز بيها وليد صلاح بلعبة سهلة الجون الأول للنادي الأهلي، وفي بعض المحاولات تمت من النادي المصري، ويمكن كان فيه هدوء في آخر الشوط الأول. نتمنى إن احنا نشوف الشوط الثاني أفضل من الشوط الأول إن شاء الله. اتلعبت محمد القط بيلعبها لإبراهيم المصري، ولكن تبقى رمي التماس لصالح النادي الأهلي. زي ما حضراتكم عارفين ان موقف النادي المصري قبل هذا اللقاء بيحتل المركز ال 12 ولعب 17 مباراة وليه لقاء مؤجل مع أسوان وله 17 نقطة، وفاز في 4 مباريات وتعادل في 5 وتهزم في 8. أما النادي الأهلي فبيحتل المركز الأول برصيد 44 نقطة من 18 لقاء، فاز في 14 وتعادل في 2 وتهزم في 2. محمد القط وابراهيم حسن، ولكن في دفعة من ابراهيم حسن هيلعبها نصر التليس. نصر التليس عمرو الحديدي، هادي خشبة ومعاه حمزة عبد المولى، هادي خشبة 20 وحمزة عبد المولى 20. حمزة بيريحها لمحمد فلة، في اليمين بيديها لمصطفى رياض، مصطفى لحمزة عبد المولى تاني، حمزة بتتلعب أي حاجة تترد لإبراهيم حسن، حسام حسن بيعدي من مصطفى رياض ياخدها وليد صلاح الدين تاني، لعيب موهوب الحقيقة وليد صلاح الدين، بيلعبها حلو لحسام حسن ولكن يستنى عليها ياخدها من قدامه مصطفى رياض وتبقى ضربة ركنية لصالح النادي الأهلي. اسلام يوسف حارس مرمى النادي المصري بيدي طبعا توجيهاته للاعبين، ورضا عبد العال اللي بيلعب كل الضربات الثابته هيلعب الضربه الركنيه، ولو شايف جنبه وليد صلاح بيديها 1 2 صغيره، يلعبها قصيره بيسقطها على البعيده، بس شايف في رايه من جابر مرسي اللي بيعاون هو وحسام طه النهارده محمد فتحي، وبيراقب هذا اللقاء الحكم الدولي رئيس لجنه حكام منطقه القاهره كابتن محمود عثمان. اسلام يوسف مانجود لاعب نيجيريا اللي بيلعب النهارده مع النادي المصري، هادي خشبه بيلعبها بس رايه وصفر، ظاهر ان النادي المصري هيلعب مصر. وليد صلاح بيديها 7 من بدايه الشوط الاول، ويمكن اثناء الاداء كان في هجمه لصالح النادي الاهلي وخد منها ضربه حره مباشره، وفي كانت كره مرتده اتلعبت على طول وضربه ركنيه لصالح النادي المصري، لكن لا زالت النتيجه تقدم النادي الاهلي بهدف لا شيء الا احرزه وليد صلاح في الدقيقه 7 من الشوط الاول. اتلعبت علي السعيد بالشمال
محمد القط حلوه قوي لابراهيم المصري. ابراهيم المصري ومعاه مشير حنفي. ابراهيم المصري لعيب كويس. ابراهيم المصري بيعدي من مشير حنفي، ولكن طبعا ابراهيم حسن دولي، يعني اذا كان ابراهيم المصري لاعب دولي فابراهيم حسن برضه بيقول له انا دولي زيك، وبياخد الكره منه عشان يطلعها رمتت. ابراهيم المصري، ابراهيم لسه، ابراهيم حسن، ابراهيم المصري بيلعب الكره بالعرض لهادي، حسام حسن لوليد صلاح. وليد بيعدي ويهدي الملعب، ولكن يتزحلق حسام لعلي السعيد. علي السعيد بيعدي من واحد والثاني، وفي دفعه من وليد صلاح تبقى ضربه حره مباشره. والماتش الحقيقه بدا ياخد طابع حماس شويه. نصر التليس، يوسف منجد، يوسف من المصري تروح لمحمد القط، لمحمد فله جنبه رقم 7 هو وليد صلاح، بيلجعها ورا لمصطفى رياض اللي غير مكانه اليمين الشمال. نصر التليس ساعتها في النص لابراهيم المصري، لكن ابراهيم حسن يديها لحسام حسن، ولكن مصطفى رياض تروح لابراهيم المصري. والمصري بيعدي حلوه قوي من واحد والتاني، حلوه حلوه يا ابراهيم، حلوه يا ولد، لعيب كويس قوي ابراهيم المصري، بيعدي من واحد والتاني ويستعجل ويلعبها. هنشوفها تاني اهو، عدى من ابراهيم مشير حنفي حلو، من ابراهيم حسن، وعدى برضه من عمرو الحديدي، ولكن تقلش الكره منه وتيجي على شمال ابراهيم احمد شوبير. والله لو ادينا تقييم نديله 6 7 من 10، لكن لو كانت طبعا جوه الجون كان فيها كلام، انما لعبه حلوه. وعلى طول الجماهير بدات تشجع، وشايف عندنا هنا يعني الدنيا بدات تمطر خفيف ولو ان الجو كان مشمس. مصطفى رياض لحمزه عبد المولى، وبدات الجماهير اللي موجوده بتحيي فريقها. ونصر التليس هو المفروض ان احنا نشجع بروح رياضيه. الاداء الجميل مش مهم، لازم الجماهير انها جايه عشان تشجع. رضا عبد العال، رضا يفوت منه لناصر التليس، ناصر في اليمين لسيد زكريا، بيريحها لمصطفى رياض، بيتحرك في كل حته النهارده. مصطفى رياض بيلعبها طويله في اليمين لسيد زكريا، ولكن شايف في محمود ابو الدهب سايبها عشان ياخد منها ضربة. زي ما قلت لحضراتكم بدا مطره خفيفه موجوده عندنا هنا في الملعب، يمكن دي لو زادت هتتطلب ان اللاعبين يبقى اللعب على الارض. ضربه حره مباشره لصالح النادي المصري، النادي الاهلي على النادي المصري، ضد النادي المصري صالح نادي. رضا عبد العال، محمود ابو الدهب لحسام حسن، ولكن مصطفى رياض يرجعها لابراهيم المصري ليوسف، يوسف اللعيب النيجيري رقم 17 داخل لابراهيم المصري تاني. ابراهيم بيعدي ولكن معاه مشير، ودافعه من ابراهيم المصري، جنبه محمد فتحي يحسبها ضربه حره مباشره لصالح النادي. الجماهير اللي بيتابع احداث هذا اللقاء واعضاء مجلس اداره كلا الناديين، طبعا لقاء هام وجماهيري للفريقين. وزي ما قلت لحضراتكم ان الفريقين من يعني عراقه. النادي المصري انشئ سنه 20 والنادي الاهلي انشئ سنه 1907، والناديين اشتركوا في اول بطوله للدوري سنه 48. بترد هشام حنفي لوليد صلاح لهادي خشبه لابراهيم حسن، اسامه عرابي تفوت منه، علي السعيد مصري لحمزه عبد المولى طويله تطلع بره، تبقى رمي التماس لصالح
النادي الاهلي. الجهاز الفني والاداري للنادي الاهلي، الجهاز الفني والاداري النهارده للنادي المصري اللي هو صاحب الملعب، كابتن ليوي مدير فني، كابتن حسام غويبه مدرب، كابتن محمود بكري مدرب حراس مرمى، دكتور مجدي الالفي طبيب الفريق، كابتن علي المصري، كابتن عبد العزيز متولي علاج طبيعي، كابتن طلعت الصيفي، محمد الشيبي اداري. ابراهيم المصري لعبت بالعرض حلوه ولكن صاحي عمرو الحديدي يريحها هادي خشبه لاسامه عرابي، ياخدها منه حمزه عبد المولى. النهارده لعب ماتش كويس قوي الحقيقه حمزه بيلعبها في اليمين رضا عبد العال، لمشير حنفي، مشير بيسقطها لكن في رعايه وصف. حازم عبد المولى الحقيقه عامل ماتش كويس قوي النهارده، وشايف فيه تبديل هينزل ياسر ريان، هنشوف مين هيطلع. اول تبديل للنادي الاهلي هينزل ياسر ريان، شايفين في الشاشه اهو معانا، وهيخرج اسامه عرابي. ياسر ريان رقم 7 بيطلع اسامه عرابي وبينزل مكانه ياسر ريان. حازم عبد المولى ياخدها منه رضا عبد العال، رضا بيعدي من واحد والتاني وياخدها من قدامه محمد فله. برافو يا محمد، لان لو ما كانش خدها من قدام رضا كان ممكن فيها كلام تاني. تترد من محمود ابو الدهب، ياخدها تاني حازم عبد المولى لابراهيم المصري، ابراهيم لوحده بيعديها لنفسه لكن مزنوق، وتبقى ضربه ركنيه بيعملها معاه هشام حنفي لصالح النادي المصري. شوفها مره ثانيه اهي، فرمله من هشام حنفي، تبقى ضربه ركنيه لصالح النادي المصري. زي ما حضراتكم شايفين مضى حوالي داخلين على الدقيقه 16 ولا زالت النتيجه تقدم النادي الاهلي بهدف لا شيء احرزه وليد صلاح في الدقيقه 7 من الشوط الاول. بترد لاحمد شوبير ولكن ينقذ الموقف يا ولد، ينقذ الموقف مشير حنفي، يطلع الكوره من حلقه المرمى. هتتلعب ضربه ركنيه تاني، اتسقطت تاني برضه ضربه ركنيه، وطلع احمد شوبير المره دي ياخدها كويس. احمد شوبير في اليمين، ابراهيم حسن، هادي خشبه، ابراهيم حسن تاني، هادي خشبه، ابراهيم حسن شمطها في محمد القط عشان ياخد منه رمي التماس. ابراهيم حسن لوليد صلاح، ياخدها منه علي السعيد لحازم عبد المولى. ابراهيم حسن، ابراهيم حسن تاني لرضا عبد العال، بيلعبها بالعقل قوي لهادي خشبه، هادي خشبه يفوتها لرضا، حطها على شمال اسلام يوسف. رضا عبد العال منفرد يحطها على شمال اسلام يوسف خارج. هنشوفها تاني اهو، حسام حسن بيفوتها حلوه قوي لرضا عبد العال، ورضا بيحطها على شمال اسلام يوسف خارج المرمى. عمرو الحديدي، مصطفى رياض مصري، مصطفى رياض بيسقطها لابراهيم المصري ولكن محمود ابو الدهب صاحي لمصطفى رياض تاني، يلعبها في اليمين لحازم عبد المولى لمصطفى رياض، تروح مستريحه لمحمود ابو الدهب، ياخدها السيد زكريا وبيسقطها ولكن احمد شوبير يطلع ينقذ الموقف. احمد شوبير على طول لابراهيم حسن،
لحسام حسن. حسام ومعاه مصطفى رياض بيعدي، لكن ناصر التليس صاحي ياخدها منه يرجعها تاني لابراهيم حسن. رضا عبد العال، رضا ياخدها منه محمد فله. محمد القط. ناصر التليس بيريحها لمصطفى رياض، وناصر التليس تاني. ناصر التليس نصري بالشمال لمحمد فله، لمحمد القط. 4 مصري لابراهيم مصري اللي بيريحها حلوه قوي لمحمد فله، ولكن ينام مع مشير حنفي وتخبط في رجله محمد القط وهي خارجه، وتبقى رميه ضربه مرمى. وشايف في تبديل هيتم رقم 15 خالد عبد السلام. هنشوفه هينزل مكان مين. خالد عبد السلام رقم 15، وده لاعب خط وسط. يبقى خرج السيد زكريا ونزل مكانه خالد عبد السلام. يا حلالية هتنزلوا الناس يا حلالية. خرجت الكورة، تبقى رمي التماس لصالح النادي المصري. مصطفى رياض، مشير حنفي بيعليها. محمد القط ما يعرفش يوقفها، ولكن في عرقلة من وليد صلاح لمحمد القط. يحسبها الحكم الدولي محمد فتحي اللي بيدير هذا اللقاء. ضربة حرة مباشرة 1-2 بين محمد القط وابراهيم المصري لحازم عبد المولى. تروح لنصر التليس مستريحة، بيرجعها لجونه اسلام يوسف. شايف اكتر لان طبعا نصر التليس كان مدي ظهره. لعب حلوه الحازم، بيوقفها حلوه قوي، يلعبها لمحمد القط اللي على طول لراس حربة المصري ابراهيم المصري، ويحاول يعدي لكن عرقله من ابراهيم حسن. هنشوفها تاني اهو. ابراهيم مصري عايز يعدي من وسط عمرو الحديدي وابراهيم حسن، ولكن في كعباله من ابراهيم حسن. يبقى ضربه حره مباشره لصالح النادي المصري. قام اهو الحمد لله ابراهيم المصري. عامل ماتش كويس قوي ابراهيم المصري النهارده، هو وحازم عبد المولى اللي معاه الكوره دلوقتي ده اهو. حازم، ولكن عمرو الحديدي يتزحلق. حسام تاني برضه، ووليد بياخد الكرة بحرفانة قوي الحقيقة، وبيجي له رضا هيلعبها في الشمال بس طويلة لإسلام يوسف. رضا كان بيجري له على اساس ان هو يرمي له الباس، لعب على طول يوسف لابراهيم المصري. ابراهيم يعدي من واحد والتاني، شوطه حلوه بس ضعيفه في ايد احمد شوقي. عامل ازعاج الحقيقه ابراهيم المصري في دفاع النادي الاهلي، ويعني النادي المصري يمكن الشوط الثاني افضل من الشوط الاول. محمد فله، عمرو الحديدي، حازم عبد المولى. حازم رد تاني لعلي السعيد، مصري ياخدها بايده، صاحي طبعا محمد فتحي. حسب ضربه حره مباشره. وليد صلاح هيسيبها لمحمود ابو الدهب ليبرو النادي الاهلي. مصطفى رياض اللي مكلف بمراقبه حسام حسن، ابراهيم حسن، لكن تيجي ومحمد القط تطلع اوت، تبقى رمي التماس لصالح النادي الاهلي. هادي خشبه، ابراهيم حسن تاني، هادي ماشي وبيشاور له رضا عبد العال.
رضا لعبها طويله تطلع رمي التماس. وعلى ساعتي انا مضى حوالي 23 دقيقه ولا زالت النتيجه تقدم النادي الاهلي بهدف بلا شيء. احرزه وليد صلاح الدين في الدقيقه 7 من الشوط الاول. ابراهيم حسن، هذه خشبه، وليد صلاح بيعدي. هي وليد صلاح رقم 10 وابراهيم المصري رقم 10، الاثنين يعني لعيبه موهوبين جدا وفي بيلعبوا بحرفانه حلوه قوي، بيمتعوا الجماهير هنا. عامل الحديد فوت منه ولكن ينقذ الموقف هشام حنفي، لعيب كويس والله. هشام ياسر ريان، ياسر لهشام حنفي، في اليمين لابراهيم حسن، لهادي خشبه، لعيب النادي الاهلي بيهدوا الموقف لابراهيم، لهشام حنفي تاني، تيجي لخالد عبد السلام اللي نزل مكان السيد زكريا، لحازم عبد المولى. هي حازم نجم لقاء النهارده بالنسبه للفريق المصري، عامل ماتش كويس قوي هو وابراهيم المصري. رضا عبد العال بيلعبها في اليمين لابراهيم حسن، هادي خشبه، هادي وليد صلاح، ولكن يعني بيسند رجل علي السعيد كده يحسبها على طول محمد فتحي. ضربه حره مباشره لصالح النادي المصري، ولكن وليد صلاح ما كانش على مسافه 10 ياردات. علي السعيد، مشير حنفي، ابراهيم حسن بيلعبها تاني لمشير حنفي، مشير لرضا عبد العال، رضا حلوه لحسام حسن، حسام حسن بشوطها استعجل برضه، شوطها على شمال اسلام يوسف، لكن رضا لعبها له حلوه قوي مش اوف سايد. شوفها مره ثانيه اهي، ملعوبه لحسام وحسام استعجل شاط شوطه على شمال اسلام يوسف. عامر الحديدي، محمد فله في اليمين لرضا لعلي السعيد، مشير حنفي، ناصر التليس لوحده، حازم عبد المولى ياخدها من قدامه خالد عبد السلام عمرو ويلعبها تاني تروح لمحمود ابو الدهب اللي بيردها ياسر ريان ومعاه رضا عبد المجيد، تروح لخالد عبد السلام مصري يسقطها ليوسف، ولكن محمود ابو الدهب يلعبها محمد فله، محمد القط لعيب كويس، محمد القط لابراهيم مصري بيريحها لحازم عبد المولى، وحازم بيعدي من هادي خشبه ويديها ليوسف، يوسف حلف ولكن ياخدها من قدامه هشام حنفي، برافو يا هشام، لكن تترد ويشوط خالد رضا عبد المجيد اي حاجه بعيد طبعا خالص. شايف التبديل الثاني احمد عبد الفتاح من النادي الاهلي رقم 12، هنشوف هينزل مكان مين، وفي برضه تبديل ثاني رقم 8 ياسر عبد الرحمن وده مهاجم. شاف طبعا المدير الفني النادي المصري ان فرقته بدات تهجم فبيزود القوه الهجوميه، وعلى ساعتي زي ما حضراتكم شايفين مضى حوالي 28 دقيقه ولا زالت النتيجه من احداث الشوط الثاني، ولا زالت نتيجه تقدم النادي الاهلي بهدف بلا شيء احرزه وليد صلاح في الدقيقه 7 من الشوط الاول. هينزل ياسر عبد الرحمن وهيطلع يوسف مانجوت، ياسر عبد الرحمن ويوسف خرج اهو ونزل مكانه ياسر عبد الرحمن.
وعلى فكره ياسر عبد الرحمن ده لعيب 19 سنه. محمد فله، ابراهيم حسن، نصر التليس، عمرو الحديدي ومعاه ياسر اللي لسه نازل، ياخدها محمد فله. الحقيقه لعيب كويس قوي النهارده برضو محمد فله، عامل ماتش كويس. ابراهيم حسن ومحمد فله، وقطع عليه محمد القط، لكن تروح لحسام اللي بيلعبها بالعقل لهادي خشبه، لرضا عبد العال، رضا لحسام، لابراهيم، يرجعها ورا لهادي خشبه، لابراهيم حسن، لهادي خشبه تاني، لحازم عبد المولى، حازم لكن عامل الحديد يرد لهادي خشبه، هادي ياخدها منه ابراهيم المصري بس بدفعه تبقى ضربه حره مباشره. التبديل الثاني لنادي الاهلي بنزول احمد عبد الفتاح، وشايف هيخرج وليد صلاح. احمد عبد الفتاح بعد مضي حوالي 30 دقيقة من بداية الشوط الثاني، ولا زالت النتيجة تقدم النادي الاهلي بهدف بلا شيء احرزه وليد صلاح في الدقيقة 7 من الشوط الاول. في لقاء المصري والاهلي اللي بيقام على استاد بورسعيد ضمن اطار الاسبوع 19، وطبعا احنا بدأنا الساعة 2 لان كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان المعظم. ياسر ريان، ياسر لكن تيجي في ايد خالد عبد السلام وتتلعب، ولكن في رايه من جابر مرسي وصفاره من محمد فتحي، لعبت محمد القط، ناصر التليس، علي السعيد، محمد القط، لابراهيم المصري، ابراهيم حسن، خرجت الكرة، راية من جابر مرسي تبقى رمي التماس لصالح النادي المصري. محمد القط لعلي السعيد، ابراهيم المصري ومعاه بشير حنفي، لكن يسيبها مشير عشان ياخد ضربة مرمى لصالح النادي الاهلي. زي ما حضراتكم عارفين ان شاء الله النادي الاهلي هينظم البطولة العربية الخامسة للأندية أبطال الكؤوس في الفترة من 10 مارس ل 19 مارس، ومتقسمة مجموعتين. المجموعة الأولى مكونة من النادي الأهلي بطل مصر، والمستقبل بطل تونس، والفيصلي بطل الأردن، والعربي بطل قطر. المجموعة الثانية فالأولمبي البيضاوي بطل المغرب، والشباب بطل السعودية، والقادسية بطل الكويت، وشباب القدس بطل فلسطين. افتتاح ان شاء الله هيكون يوم 10 مارس بين النادي الاهلي بطل مصر والنادي الفيصلي بطل الاردن. ودي اول بطولة عربية هتنظم في مصر. لعبت حازم لمحمد فله، اثنين الحقيقة نجوم لقاء المصري النهارده، حازم عبد المولى ومحمد فله، ومعاهم ابراهيم المصري، ابراهيم حسن. النادي الاهلي الحقيقه فيه اكثر من لاعب، وليد صلاح قبل ما يطلع، وهشام حنفي النهارده كويس قوي، وهادي خشبه، ورضا عبد العال. رضا عبد العال لحسام حسن، حسام بيشوط ضعيفه على شمال اسلام يوسف.
احمد عبد الفتاح اللي نزل مكان وليد صلاح من النادي الاهلي. حازم عبد المولى يلعب ابراهيم المصري، لسه الكوره مع ابراهيم، داخل مع ياسر ريان ولكن ينام معاه مشير حنفي، يفرمل فرمله تطلع رمي التماس لابراهيم المصري على طول، اتلعبت على طول مشير حنفي وابراهيم المصري. رضا عبد العال مع احمد عبد الفتاح وحسام، هنشوف رضا هيعمل ايه. رضا ماشي بيلعبها بالشمال لاحمد عبد الفتاح، احمد بيعدي، لا بيقطع عليه ناصر التليس، وضربه حره مباشره لصالح النادي الاهلي. شوفوا مره ثانيه اهي في فرمله من ناصر التليس، ولكن الحكم شاف انه خد رجله معاه فحسبها ضربه حره مباشره لصالح النادي الاهلي. وشايف الحكم الدولي محمد فتحي بيشاور لافراد العلاج الطبيعي وافراد الاسعاف برضو نازلين بالكرسي المتحرك. لسه احمد عبد الفتاح اللي هو مصاب لسه نازل، شايف ان هو واقف الحمد لله كويس. والحكم بيطلب من افراد العلاج الطبيعي يخرجوا. نزل اهو احمد عبد الفتاح. طبعا اذا اللاعب خرج للعلاج ما يقدرش ينزل الا من على خط التماس، وممكن ينزل في اي وقت حتى لو الماتش شغال، يعني بعكس التبديل لازم يتم اثناء قفل. رضا عبد العال بيلعب العرض لابراهيم حسن اللي بينط فوق الكوره، ولكن يعني طبعا بينعي حظه ان هو ما لبستش معاه عشان يبقى يقدر يسجل حاجه النهارده. اسلام يوسف لعب ضربة المرمى هشام، وعلى ساعتي انا فات حوالي 35 وداخلين على الدقيقة 36 من بداية الشوط الثاني، ولا زالت النتيجة تقدم النادي الاهلي بهدف بلا شيء احرزه وليد صلاح الدين في الدقيقة 7 من الشوط الاول. وليد صلاح خرج ونزل مكانه احمد عبد الفتاح في الدقيقة 30. ابراهيم المصري بيعدي حلو قوي من مشير حنفي ويلعب بالعرض، ولكن محمود ابو الدهب يعمل فرمله ويطلع الكوره ضربه ركنيه لصالح النادي المصري. ضربه ركنيه لصالح النادي المصري. محمد القط لحازم، شايف طبعا مجهود كبير الان بيه الحقيقه محمد القط، في عضله خفيفه كده. ياسر عبد الرحمن، ولكن الحكم بيدي ثالث مره ضربه ركنيه لصالح النادي المصري. شايف خالد عبد السلام هو اللي هيلعب الضربه الركنيه. اتلعبت لي حازم، حازم بياخدها على الطاير حلوه، لعيب حلوه حازم عبد المولى والله، ياخدها على الطاير حلوه لكن ما تلبسش في رجله وتروح ضعيفه لاحمد شوقي. هنشوفها مره ثانيه اهو، خالد عبد السلام تروح لحازم عبد المولى اللي بيشوط على طول على الطاير، لكن تعمل كرباك في الارض وتروح مستريحه هاديه لاحمد شوقي. ياسر ريان، ياسر بيعدي يرجعها لهشام حنفي لهادي خشبه، هادي خشبه تاني، هادي لياسر، ياسر يعدي وبيلعبها لهشام، هشام بيشوطها لكن ضعيفه، هشام حنفي بيشوطها ضعيفه، يردها تاني يروح لهادي خشبه اللي بيوقفها حلو. شوفها مره ثانيه اهي، هشام بيعدلها لنفسه بيشوطها بسن الجزمه لكن تروح ضعيفه لاسلام يوسف. ياسر ريان ومعاه ناصر التليس، ناصر التليس يسيبها عشان ياخد ضربته. لعبت من اسلام يوسف ضربه مرمى على طول لمحمد لطفي في الشمال.
محمد القط مشير اللي مكلف بمراقبة إبراهيم المصري وماشي معاه نفس الطريقة بالنسبة نفس الكلام بالنسبة مصطفى رياض مع حسام حسن. وفي لاعب من النادي الأهلي واقع، ياسر ريان، شايفه ماسك دماغه، خبط الظاهر في حد، وحكم الدولي محمد فتحي بيطلب افراد العلاج الطبيعي. الجهاز الفني والاداري للنادي الاهلي، احنا قلنا لحضراتكم الجهاز الفني والاداري للنادي المصري مكون من الليوي مدير فني، كابتن الليوي، كابتن حسام جويبه مدرب، كابتن محمود بكري مدرب حراس مرمى، دكتور مجدي الالفي طبيب، كابتن علي المصري، كابتن عبيد متولي علاج طبيعي، كابتن طلعت الصيفي، كابتن محمد الشيبي اداري. اما الجهاز الفني والاداري للنادي الاهلي كابتن محمد رمضان مدير كوره، كابتن الين هاريس مدير فني، كابتن احمد ماهر مدرب، كابتن شطه مساعد، كابتن اكرامي مدرب حراس مرمى، كابتن عماد اليماني اداري الفريق، دكتور مجدي عبد العزيز طبيب الفريق، علاء المقدم وكابتن علاء شاكر اصابات ملاعب، وكابتن حمدي مكرونه وعطيه بسيوني للتدريب. هشام حنفي لياسر ريان، ياسر هيشوط شوطه جامده حلوه يا ياسر، 7 من 10، حلوه قوي يا ياسر، شوطه جامده ولكن تحف بالعرض من فوق. هنشوفها تاني اهي، شوطه حلوه وتحف اهي بالعارضه، تحف في الشبكه من فوق. ولكن تيجي في لاعب من المصري ويحسبها الحكم الدولي محمد فتحي ضربه ركنيه لصالح النادي الاهلي. هتتلعب الضربه الركنيه، يخش اسلام يوسف، برافو يا اسلام. ومضى من الوقت 41 دقيقه من بدايه احداث الشوط الثاني، وبقي على انتهاء الشوط الثاني واللقاء 4 دقائق، ولا زالت النتيجه تقدم من النادي الاهلي بهدف لا شيء احرزه وليد صلاح الدين في الدقيقه 7 من الشوط الاول. الشوط الثاني يعني يمكن فيه حماس اكتر، وكان فيه هجمات لكلا الفريقين. حازم عبد المولى بتتلعب، يرد مشير حنفي، يلعبها في الشمال محمد القط لناصر التليس، ناصر بيعدي ويسقطها في الشمال لابراهيم المصري، بس طويله لابراهيم المصري. ابراهيم حسن تطلع رمي التماس لصالح النادي المصري، وبنلعب طبعا في اللحظات الحرجه لكده الفريقين. النادي الاهلي عايز يحافظ على الفوز، النادي المصري عايز يحسن النتيجه. تتلعب لخالد، برافو يا احمد الشبيب، برافو يا خالد، برافو يا احمد الشبيب، هايل يا احمد وهايل يا خالد. شوطه حلوه من خالد عبد السلام، هنشوفها تاني اهو. حازم عبد المولى الحقيقه ملعوبه حلوه قوي لخالد عبد السلام، فرصه عمره، وبيشوط قنبله، ولكن نقدر نديله 7 من 10، و7 من 10 برضه لاحمد شوبير اللي بيشوط الكوره وينقذ هدف له. يوضعها محمود ابو الدهب، وكانت هجمه للنادي المصري، وتيجي لمحمد القط. محمد القط جنبه بيسقطها تاني برضو لخالد عبد السلام، ولكن ينقذ الموقف عمرو الحديدي، علي السعيد، رضا عبد المجيد، بيغير ملعب لمحمد القط في الشمال. محمد
وتروح لابراهيم. ابراهيم مصري مع هادي خشبه. ابراهيم مع هادي خشبه. تروح لاحمد عبد الفتاح. احمد لرضا عبد العال. رضا لياسر. لهشام لياسر. هشام حنفي لياسر ريان اللي بيعدي حلو قوي وماشي ياسر. هيلعب بالعرض. اتلعبت بالعرض لكن ناصر التليز برافو. تروح رضا عبد العال. رضا قنبله بس بعيده. بعيده عن المرمى. هنشوفها تاني اهو. رضا بشوطه قويه بس بعيده خالص عن المرمى. اسلام يوسف. توصل ل رضا عبد العال. لهشام حنفي في الشمال ومع ناصر التليس. هشام حنفي بيلعبها بالعرض لكن تطلع تبقى ضربة مرمى لصالح المصري. لا زالت النتيجة تقدم الأهلي 1 والمصري لا شيء. وفي الثواني الأخيرة من الشوط الثاني وانتهى الوقت الأصلي وبنلعب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضايع في لقاء المصري والأهلي. ولا زالت نتيجته تقدم الأهلي بهدف لا شيء. أحرز هدف الأهلي وليد صلاح في الدقيقة 7 من الشوط الأول. في دفعة من حسام. محمد فلة لمصطفى رياض. لحازم عبد المولى ولكن كعبالة من هادي خشبة. حازم عبد المولى جات له عضلة. مجهود كبير قوي حازم عمله النهارده. شوفها مرة ثانية اهو. في زقة اهي من هادي خشبة ويحسبها الحكم الدولي محمد فتحي ضربة حرة مباشرة. حازم عبد المولى الحقيقة عامل مجهود كويس قوي وعامل ماتش كويس قوي النهارده. ولسه بنلعب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضايع من الشوط الثاني واللقاء. ولا زالت النتيجة تقدم من النادي الأهلي بهدف لا شيء. مصطفى رياض مصري. ياخدها رضا عبد العال. رضا عبد العال يا فلاح. بيعدي محمد فلة ويشد رضا عبد العال وجنبه محمد فتحي الحقيقة على طول وبيحسبها ضربة حرة مباشرة من محمود أبو الدهب لإبراهيم حسن لأحمد عبد الفتاح ويشاور جابر مرسي. تسلل ضربة حرة مش لعبت على طول. محمد القط لحازم عبد المولى. حازم لرضا عبد المجيد لمصطفى رياض اللي بيلعبها لخالد عبد السلام ولكن محمود ابو الدهب. وبنلعب في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضايع في الشوط الثاني واللقاء. ولا زالت النتيجة تقدم النادي الأهلي بهدف لا شيء. يلا بقى العبوا بقى يا اخي. لعبت رضا لمحمد فلة. ياخدها رضا عبد العال. رضا عبد العال لهادي خشبة. هادي ماشي لسه هادي ومعاه علي السعيد. بيلعبها لابراهيم حسن وبيصفر الحكم الدولي محمد فتحي لينهي احداث الشوط الثاني واللقاء بتقدم النادي الاهلي بهدف لا شيء احرزه وليد صلاح الدين في الدقيقه 7 من الشوط الاول. بكده يرتفع رصيد النادي الاهلي الى 47 نقطه.